يا مساء الفل عليكم. أنا سارة ودي حلقة جديدة من بودكاست محدش قال لنا كده. قبل أي حاجة وقبل أي كلام، هل فرعون الصغير جاهز للاحتفال؟ لو إجابتك أو إجابتك لأ، فلازم تسمع حلقة النهاردة عشان هنشوف سوا إيه الخرافات اللي بتدور حوالين الحضارة الفرعونية. حلقتنا النهاردة اسمها لعنة الفراعنة. وأول خرافة معانا النهاردة هي أشهر خرافة في التاريخ، واللي أنا سميت الحلقة دي باسمها، وهي لعنة الفراعنة. بيقولك بقى ان اي حد بيفتح مقبرة ويدخلها بيموت، والناس تقول عليه ده مات بلعنة الفراعنة عشان دخل في حتة الفراعنة منعين الدخول فيها. بس العلم بيقول ان اللي بيحصل ده بيبقى من جو المقبرة اللي مقفولة من آلاف السنين، وده بيبقى مليان فطريات وغازات سامة، وبالتأكيد ان اول ناس هتدخلها هتتأثر. تاني خرافة وهي خرافة ان الاهرامات بناها فضائيين، وان مش ممكن ابدا يكونوا ناس عاديين زينا يبنوا حاجة بالفخامة والعظمة دي. بس انت بقى لو عقلك صغير ومش قادر يستوعب ان المصري القديم قدر يعمل كده وشايف ان دي خرافة، فروح بسرعة شوف البردية اللي اكتشفوها في وادي الجرف في سينا بتاعتنا العظيمة، واللي فيها تفاصيل بناء الهرم خوفو بالتخطيط وطوبة طوبة. تالت خرافة بقى هي الزئبق الأحمر والشبع الدايم. بدأت خرافة الزئبق الأحمر ده لما تم العثور على سائل كده لونه بني مايل للاحمرار، كان تحت مومية أمون تفنخت. وقتها عالم الآثار محمد يحيى عويضة قال إنه لقى السائل ده وجنبه مواد التحنيط. راح الكل بقى قاعد يجري عليه علشان يجيبه من أي مقبرة جديدة، وطبعا بأي تمن، وفاكرين إن هو بيحافظ على الشباب الدايم وإن هو مثلا بيحول النحاس لذهب. بس طبعا الدكتور عويضة نفى الكلام ده خالص وقال ان مفيش اي دليل تاريخي يثبته. رابع خرافة بقى هي عروس النيل، اللي كان الفراعنة بيقدموها قربان لنهر النيل كل سنة من حبهم وتمجيدهم ليه، وعشان الفيضان يجي يملى الارض بالخير. بس الباحث الاثري احمد عامر نفى الكلام ده وقال ان مفيش اي بردية ولا اي نقوش ذكرت الموضوع، وقال كمان ان دي ممكن تبقى اسطورة مستوحاة من تقاليد بيقدموا فيها التماثيل الذهبية كقرابين، مش بشر ابدا. خامس واخر خرافة معانا النهاردة هي خرافة ان الفراعنة كانوا بيحنطوا علشان يرجعوا يعيشوا تاني. بس عايزة اقولك ان الفكرة دي اتفهمت غلط. التحنيط ده كان عشان يحافظ على الجسد للآخرة، مش عشان يرجعوا بيه للحياة. هما كانوا مؤمنين ان الروح بترجع تتحد بالجسد تاني في العالم الاخر، فعايزين لما يرجعوا يلاقوا جسدهم سليم. فانت لازم تعرف ان الحضارة المصرية القديمة كانت رمز للعلم والمعرفة. الحضارة المصرية القديمة ما اتبنتش ابدا على خرافات وعلى اساطير، هي قامت على اسس قوية من علوم كتيرة قوي. الفراعنة كانوا رواد في الطب والفلك والهندسة والرياضة، وسابوا لنا ورث علمي متقدم يبهر العالم لحد النهاردة، واعتمدوا على حقائق علمية وتجارب دقيقة جدا. فكانت معابدهم واهرامهم دليل على براعتهم الهندسية وفهمهم العميق للكون. عشان كده خلونا نفتخر بالحضارة العظيمة دي ونحميها من الخرافات والأساطير، ولا عزاء للحاسدين والكائدين منه. وخلينا نقول بكل فخر إن المصري القديم كان سابق عصره بالعقل مش بالسحر، وإن الحضارة المصرية الفرعونية مش محتاجة خرافات عشان تبهر العالم، إحنا أصلا على وضعنا. ومن هنا للحلقة الجاية قوليلي احتفلتوا إزاي وحسيتوا بإيه وإنتوا شايفين العالم كله بيشيد بالمصريين والحضارة بتاعتنا.